من مدرسة الحناوي. كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم العيد بألف خير. عيدكم مبارك وعيدكم سعيد، الله يسعدكم يا رب، الله يسعدكم ويسعد أيامكم. رح نطلع يا جماعة ونعطي هذه المبالغ للعائلات المستورة، عائلات الأيتام وبعض العائلات المستورة في مدرسة الحناوي. طبعا يا جماعة بسبب غلاء العمولة المبلغ المفروض يكون أكثر من هيك، لكن يا جماعة الخير سحبنا الفلوس كاش بعمولة تقريبا 35%، لكن لأنه هذه المال زكاة لازم يعني يندفع قبل ليلة العيد. تمام يا جماعة الخير، ربنا يعيننا ويعينكم. وكل الشكر لأهالي ولاية القابل في سلطنة عمان ولأهالي أخونا المتبرع وأولاده يونس وإلياس ويوسف. بارك الله فيكم حبايبي، غزة بتحبكم وفلسطين بتحبكم، جزاكم الله كل خير. تعالوا معي نوزع هذه المبالغ للعائلات. إن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية يا رب. إخواتنا في سلطنة عمان وأهالينا في ولاية القابل وأخوات أولاد أخونا يونس ويوسف وإلياس وأطفال غزة بتحبكم يا جماعة الخير. هذه مساعدة لأختنا أم فادي. أختنا أم فادي يا جماعة أم شهيدة، وعندها كمان سجا. كيف حالك يا سجا؟ كيف حالك؟ شو أخبارك؟ كل عام وانت بخير. طبعا يا جماعة سجا هي الناجية، هي وأخوها الوحيدين من كل العيلة، كل أهلهم أبوها وإخوتها وإمها استشهدوا، هي وأخوها محمد الملقب بسمارة، بس سمارة مش موجود. رح نصور مع سجا. كل عام وانت بخير يا سجا. صرت أوعي العيد يا سجا؟ كسرت زي البنطلون. يلا بنعطيك عشان تجيبي بنطلون وتفرحي بالعيد. ايش رايك؟ مبسوطة؟ ايش اخبارك يا ام فادي؟ كيف قضيتي رمضان؟ الحمد لله كويس؟ الحمد لله، رضا من الله، الحمد لله على كل حال. ان شاء الله يا ربي. هذه يا خالة ام فادي مباركة بسيطة، الله يسعدك. احنا بس يا جماعة بس بنوصل رسالة، احنا ما لنا دخل، احنا بنقول انه في عندنا عائلات كذا وكذا وكذا مستورين وبدهم منكم دعم. جزاكم الله كل خير يا رب. كل خير يا رب، الله يسعدك. يعطيهم يا رب الذرية الصالحة. اللهم دعواتك لهم يا خالة ام فادي. يعطيهم الذرية الصالحة، يخلي لهم اولادهم ما يصيبهم ضيم يا رب. وانت يا حلوة. يلا يا سجا قول لهم يونس ويوسف والياس. يونس ويوسف والياس، احنا بنحبكم من غزة. احنا بنحبكم من غزة حبيبتي يا سجا، يلا كل عام وانتم بخير. وانت بخير. رمضان كريم يا خالة الفادي، كل عام وانتم بخير. سلم. كل عام وانتم بخير يا جماعة الخير. ايش اخباركم؟ كيف حالكم؟ شايفين الصغار كيف يا جماعة حوالين النار؟ هذا حال اطفال غزة وحال العائلات المستورة في قطاع غزة. بنتمنى منكم كل الحب وكل الدعم، وبنتمنى منكم تقفوا معنا ومع اهالينا، لانه يا جماعه الخير العائلات الايتام وعائلات العائلات المستوره في مدرسه كثير 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 صعبه، وضعهم بيحتاج منكم كل الحب وكل الدعم. طبعا بنشكر اخواتنا في ولايه القابل بسلطنه عمان، وبنشكر حبايبنا الاطفال يوسف ويونس والياس. كل الحب لكم من غزه، واطفال غزه بحبوكم. يلا قولوا بنحبك يا يوسف ويونس والياس. يلا كل عام وانتم بخير. ايوه قول وانت بالصحه والسلامه يا. كيف حالك يا فلسطين؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ والله بندعي لك بالسلامه الله يسعدك يا رب وبعوضك يا رب. شكرا لكم يا رب، شكرا لكم. طبعا معنا اختنا ام الغلابه، الله يسعدكم. ام يا اخوي ل9 افراد وكلهم ما شاء الله اطفال، وهي يا دوب حالها على قدها وبتقدر يعني بعين الله ايش بدنا نعمل. الحمد لله احنا جايين على ميعاد الافطار يا جماعه الخير. كل عام وانتم بخير، يعني الحمد لله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا حبيبتي يا ام الغلابه. هذه عيديه بسيطه من اخوانكم في سلطنه عمان من ولايه قابل، شكرا لكم. والياس حبايبنا الاولاد الصغار بحبوا غزه وبحبوا فلسطين. ان شاء الله حبتهم العافيه. الله يسعدك يا رب، شكرا لكم جميعا. منها للاعلى يا رب. الله يسعدك يا حبيبتي. وش يا فلسطين حابه تقولي لاخواتنا في السلطنه؟ كل عام وانتم بخير، وربنا يعطيكم الصحه ويرزقكم في اولادكم ويخلي لكم حبايبكم ويعطيكم باكثر ما بتقدروا. واحنا يعني بنقول لكم شكرا كثير للياس يونس ويوسف ويوسف. اطفال غزه بتحبكم. أطفال غزه واطفال عمان، شكرا. كلكم حبايبنا. ويونس والياس ونحبكم بغزة. يلا اعملي لهم قلب، اعملي لهم قلب.
قلب قلب حبايبي يا عمري حبايب قلبي. يلا يدعموا حبيبتنا نصر ان شاء الله بيجينا وبنجيب لك كسوه يا نصر. يلا باي باي، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا مفايز. ايش اخباركم؟ كل عام وانتم بخير. رمضان الحمد لله مر بكل صعوباته، لكن الحمد لله العيد بنسي كل تعب الايش رمضان. يا رب. حبيبتي هذه مساعدة بسيطة من اخوانكم في ولاية قابل في سلطنة عمان ومن اولاد اخونا، بتمنى منكم تدعوا لهم. الاطفال بحبوكم. ايش بدك تقولي لهم؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شريتي قوي على العيد؟ اخبارك؟ كويس. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير. الله يسعدك. شريتي قوي على العيد؟ لا. ان شاء الله ان شاء الله بتشتروا وبتفرحوا بالعيد. في اطفال صغار من سلطنة عمان، يوسف ويونس والياس. ايش كنت تحكي لهم؟ الله يسعدهم من غزة. وبنحبكم بنحبكم يا تعالي غزة. من غزة. بنحبكم. شكرا لكم جميعا. شايفين ما شاء الله البنت عاملة اجواء للعيد وحنا واجواء خليجية. كل عام وانتم بخير. وطبعا كمان تذكرنا انه فيها جنب المدرسة يا جماعة كمان عائلة ايتام. رح نروح. طبعا احنا بعد الافطار بدقيقتين قمنا عشان يا جماعة نلحق نفطر، قومتنا على الفطرة عشان نلحق يا جماعة نوصل الأمانة. هذه أمانة لازم اليوم تصل إن شاء الله. بنصل وبنوريكم. كل عام وأنت بخير. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يكون رمضان كان بكل صعوباته، إن شاء الله يكون مر عليكم بخير. الله يسعدك. أنت إيش وضعك؟ الحمد لله، يعني ربنا اصطفى زوجي استشهد. الله يرحمه يا رب. كنت حامل 5 شهور والحمد لله ربنا. يا الله يا الله. يعني هذه البنت ما بتعرفش أبوها. لا لا. يا ربي لك الحمد يا رب. الحمد لله. هذه يا أختي مساهمة بسيطة للبنت من إخواتنا في سلطنة عمان. جزاكم الله كل خير. الله يسعدكم يا رب. يسعد قلبك يا رب حبيبة قلبي. وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا يا جماعة بنعتذر لأنه التصوير بالليل يا جماعة احنا في فترة بعد الإفطار مباشرة. معنا أخت برضو كنتها مستشهدة، يعني زوجة ابنها ومعها طفلة صغيرة. احنا نعطي الأمانة للطفلة الصغيرة وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله يا ربي العيد اللي جاي يكون أحسن علينا وعليكم يا رب، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. وشكرا لكم جميعا. طبعا يا جماعة رح نعطي كمان أخت موجودة في المدرسة عنا، وضعها شوي على قد حالها المرة وبتجري على أولادها، وإن شاء الله ربنا يفرجها علينا وعليها يا رب. أختنا فلسطين موجودة معنا بالمدرسة، وإن شاء الله يا رب نقدر نواصل للكل ونعطي الكل يا جماعة. بس إحنا عشان الوضع وعشان العمولة اللي كتير غالي اليوم، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، رح نقدم بعض مساهمة بسيطة لأختنا فلسطين. تفضلي يا فلسطين، إيش حابة تقولي؟ كل عام وانتم بخير. طيب معنا قصي ابن الست فلسطين، ايش حابب تحكي؟ يونس ويوسف والياس. بنحبكم من غزة. بنحبكم من غزة. ايش حابب تطلب من الناس؟ ايش يقدموا لك؟ ايش يعطوك؟ كسوة أي شيء. يلا ان شاء الله ربنا كريم. يا جماعة الخير هذه الست جوزها مش موجود معاها، جوزها في الشمال وهي هان لحالها وبتجري على اولادها. بنتمنى منكم تساعدوها. وكل عام وانتم